Hello everybody. Welcome to the English language courses from scratch to professionalism with Rawan Abdin. Let's start. السلام عليكم. دي تالت حلقة من ليفل 1 في كورس الانجليش من الصفر. لو انت مشفتش الحلقتين اللي فاتوا روح شوفهم وبعد كده تعالى شوف الحلقة دي عشان كله مترتب على بعضه. المرة اللي فاتت خدنا الأسماء وأنواعها. يلا بينا نشوف حل اختبار للمرة اللي فاتت. أول حاجة ميوزك هتبقى abstract noun، اسم مجرد لأنها مش بيتمسك ولا بتتلمس. تاني واحدة معانا Egypt هتبقى concrete noun، اسم مادة. proper noun اسم علم لأننا حددنا احنا قصدنا على أنهي بلد أو أنهي مدينة. تالت اسم معانا هو محمد، هيبقى concrete noun اسم مادة. proper noun اسم علم لأننا حددنا الشخص اللي احنا نقصده. رابع اسم معانا grandfather، هيبقى concrete noun common noun اسم مادة بس اسم شائع عشان احنا مش حددنا أنهي جد. خامس واحدة معانا والأخيرة هي cheese، هتبقى concrete noun common noun. النهاردة إن شاء الله هناخد المفرد والجمع، امتى نحط اس وامتى اي اس وامتى اي اس، حالات كتير هنشوفها حالا مع بعض. أول حاجة معانا هي القاعدة العامة اللي بنستخدمها عشان نجمع أي اسم مفرد، وهي إننا بنضيف اس لنهاية الكلمة أو لنهاية الاسم، زي tree trees، cat cats، book books. لكن في أسماء أما بنيجي نجمعها مش بنحط في نهايتها اس، ودول يعتبروا حالات شاذة. أول حالة شاذة معانا هي الكلمات اللي بتنتهي بالحروف دي S SS CH SH X Z. الكلمات دي أما بنيجي نجمعها مش بنضيف لنهايتها S، بنضيف لنهايتها ES، زي match matches، bus buses، wish wishes. وقبل ما ننقل على الحالة الشاذة التانية حابين نفتكر سوا ايه هي الحروف المتحركة وايه هي الحروف الساكنة. الحروف المتحركة هما الخمس حروف دول A E I O U. تاني A E I O U. غير كده هيبقى حرف ساكن زي T M N. أي حرف تاني هيبقى حرف ساكن. تاني حالة شاذة معانا هي الكلمات اللي بتنتهي بحرف الواي. لو كان قبل حرف الواي حرف متحرك فعشان نجمع الكلمة دي فبنضيف لنهايتها اس، زي boy boys، key keys، play plays، day days. تالت حالة شاذة معانا برضو الكلمات اللي بتنتهي بحرف الواي بس قبل حرف الواي حرف ساكن، وقتها بنحول حرف الواي ل IES، زي story stories، sky skies، army armies. رابع حالة شاذة معانا هي الكلمات اللي بتنتهي بحرف الأو، عشان نجمعها بنضيف لنهايتها ES، زي hero heroes، tomato tomatoes، potato potatoes. لكن في كلمات من أصل أجنبي بيبقى آخرها O، وقتها بنضيف لنهايتها S، زي radio radios، فيديو videos، كيلو kilos. ودلوقتي عشان نجمع الأسماء المفردة اللي آخرها F أو FE بنحذف ال F أو ال FE ونضيف VES، زي knife knives، wolf wolves، wife wives. لكن في أسماء متعمدة تلخبطنا بيبقى آخرها F بس مش بتتجمع بإضافة ES، بتتجمع بإضافة S. إزاي نعرفها؟ هي ملهاش قاعدة معينة، زي chief chiefs، roof roofs. طب اما نيجي نجمع الأسماء اللي نهايتها SIS بنشيل ال SIS ونضيف SES، زي basis basis، crisis crises. لكن في أسماء ما ينفعش تتجمع زي أسماء الأشخاص هاني منى، أو السوائل water tea، أو المعادن gold silver، أو أسماء مجردة اللي هي مش بتتمسك ولا بتتلمس زي love fear. وزي ما في أسماء ملهاش جمع برضو في أسماء ملهاش مفرد زي goods ethics arms. وفي بقى أسماء ليها شكل واحد سواء في المفرد أو في الجمع زي sheep means news.
آخر قاعدة معانا هي غير منتظمة، يعني مش تبع أي قاعدة من اللي احنا قلناهم، زي man men، woman woman، foot feet. هقول بشكل مبسط اللي احنا خدناه النهاردة. عشان نجمع اسم مفرد بنضيف لنهايته اس، ودي القاعدة العامة، زي cat cats. أول حالة شاذة معانا هي الكلمات اللي بتنتهي بإس أو إس إس أو سي إتش أو إس إتش أو إكس أو زد، ساعتها بنضيف لنهاية الكلمة إي إس، زي ماتش ماتشز. تاني حالة شاذة معانا هي لما نيجي نجمع الأسماء اللي بتنتهي بحرف الواي وقبل حرف الواي حرف متحرك، ساعتها بنضيف لآخر الكلمة إس، زي بوي بويز. تالت حالة معانا عشان نجمع الاسم المفرد اللي بينتهي بحرف الواي بس قبل حرف الواي حرف ساكن، بنحول الواي لآي إي إس، زي سكاي سكايز. رابع حالة معانا عشان نجمع الأسماء اللي بتنتهي بحرف الأو بنضيف لنهايتها إي إس، زي هيرو هيروز. لكن في أسماء من أصل أجنبي بتنتهي بحرف الأو بنضيف لنهايتها إس، زي راديو راديوز. نيجي للأسماء اللي بتنتهي بحرف الإف أو إف إي، بنشيل الإف أو الإف إي ونضيف في إي إس، زي وولف وولفز. ال سايلنت مش بتنطق. لكن في أسماء مفردة بتنتهي بحرف الإف ومش ليها قاعدة بنضيف لنهايتها إس، زي تشيف تشيفز، ودي حالات نادرة. سادس حالة معانا الأسماء المفردة اللي بتنتهي بإس أي إس، بنشيل الإس أي إس ونضيف إس إي إس، زي بيسس بيسس. في بقى أسماء مش ليها جمع، زي أسماء الأشخاص هاني، السوائل تي، أسماء المعادن سيلفر، أسماء مجردة اللي هي مش بتتمسك ولا بتتلمس زي love. وبرضو في أسماء ملهاش مفرد زي arms، وفي أسماء ليها شكل واحد في المفرد وفي الجمع زي sheep. وفي أسماء غير منتظمة ومش تبع أي قاعدة من اللي احنا قلناها، زي man men. آخر حاجة معانا النهاردة هي الحروف المتحركة والحروف الساكنة. الحروف المتحركة هم 5 حروف A E I O U، غير دول هيبقى حرف ساكن. يلا بينا نشوف اختبار النهاردة. هتحولوا الأسماء دي من مفرد لجمع وكل واحدة على حسب القاعدة بتاعتها. كانت معاكم رنا عابدين، يا رب أكون قدرت أفيدكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هستناكم الفيديو الجاي واللي جاي أهم وأهم.